الاكسسوارات تحديدا هي اكتر حاجة بتتهلك في الاستخدامات بتاعتنا، عشان كده لازم نختارها صح من البداية، حتى لو هندفع كتير شوية بس ده هيبقى اريح على المدى البعيد. وكمان مع تكرار تغيير القطعة هيبقى مكلف اكتر ان احنا نجيب حاجة رخيصة. ان احنا نجيب حاجة غالية من الاول ده هيكون افضل بكتير، زائد كمان ان شغلك مش هيتعطل كل شوية ولا هتضطر تستخدم حاجة كفاءتها قليلة او على قد فلوسها. وللاسف الاكسسوارات من نوعية الشواحن والكابلات واليو اس بي هاب والريدر والهولدر وكل الكلام ده مش منتشرة كتير في السوق المصري ببراندات معروفة، كلها بتبقى حاجات مجهولة كده وبنقعد نختار منها على قد ما بنقدر. النهاردة جايب لكم شركة متخصصة في عالم الاكسسوارات، من اكبر لاصغر حاجة هتلاقيها عندها، وكل ده بكواليتي عالية جدا. شركة كيبل تايم تك مهتمة بتفاصيل كتيرة قوي مش سهل تلاقيها في عالم الاكسسوارات. الشركة عندها مجموعة كبيرة جدا من الاكسسوارات للكمبيوتر واللابتوب والسمارت فونز والايباد والنينتندو سويتش وكل حاجة تقريبا. هنستكشف النهاردة سوا كام منتج كده لذيذ ابعتولنا من الشركة. هيا بينا في رحلة شهابية جديدة. هنبدأ بالاستاند العظيم ال8 في 1 الفولدبل ده. الاستاند بالكامل مصنوع من الألمنيوم عالي الجودة. خلي بالك ده مش مجرد حامل السمارت فون زي ما انت فاكر، بص كده على المخارج وركز في المواصفات لأن في كلام كبير قوي. عندنا 3 مخارج يو اس بي 3، 2 تايب A وواحدة تايب C، ومكان لكارت الميموري العادي الكبير والصغير. كل دول سرعتهم بتوصل ل 5 جيجا في الثانية، وكمان في مخرج اوديو 3.5 مللي. الناحية التانية عندنا مخرج تايب C هوست اساسي ده بنوصل منه، وفي الجنب هنلاقي مخرج 100 واط تايب C ده بتاع الشحن، ومخرج HDMI بجودة 4K على 60 هرتز. كل دي مخارج ووصلات نقدر نستخدمها واحنا حاطين السمارت فون او الايباد بتاعنا على الهولدر ده. معانا دعم للكمبيوتر والاندرويد والايباد والايفون والنينتندو سويتش، اغلب الاجهزه تقريبا هتشتغل معاك بدون مشاكل. كيبل تايم بتقدم ضمان لمده 2 سنين زائد 30 يوم استبدال او استرجاع في حاله وجود اي مشكله. سعر الاستاند ده $55 يعني ما يعادل 2750 جنيه مصري تقريبا. تاني حاجة جات لنا هي اليو اس بي هاب اللي كل الناس بتشتريه وترميه بعد شهر لانه بيبوظ، لكن هنا الموضوع مختلف تماما. المنتج بريميوم ومحترم قوي. لون الهاب سيلفر مات مصنوع من الالومنيوم بالكامل، يعني لو وقع ما تقلقش مش هيتكسر بسهولة خالص. سلك التوصيل يو اس بي تايب A طوله متر كامل، ودي حاجة حلوة قوي لان اغلب الهاب بيبقى الكابل بتاعها قصير. الهاب اللي معانا ما بيحتاجش اي كابل باور خارجي او فيشة. عندنا 7 مخارج يو اس بي 3 بسرعات بتوصل 5 جيجا في الثانية. كل مخرج ليه زرار صغير كده تقدر تفتح وتقفل منه اليو اس بي بدون ما تشيل الوحدة نفسها. اخر مخرجين اللي عليهم مستطيل اسود دول مخصصين للشحن، بيقدموا لك شحن لاي سمارت فون او جهاز معاك بشكل سريع جدا. كيبل تايم بتقدم ضمان لمدة 2 سنين زائد 30 يوم استبدال او استرجاع في حالة وجود اي عيوب. سعر الهب $30 يعني ما يعادل 1500 جنيه مصري تقريبا. تالت حاجة الشاحن الجبار ده. تخيل انك مش مضطر تشيل شواحن لكل الاجهزة بتاعتك وتدوش نفسك، هتمشي بشاحن واحد بس وهتستخدمه لاي حاجة معاك. زائد انه كواليتي عالية قوي ومش هيبوظ بعد فترة بسيطة وهتضطر تغيره. الشاحن اللي معانا ده متعدد بقدرة 100 واط و3 امبير، مدعوم بتكنولوجي GAN، ودي نقطة ما تتعداش ببساطة لانها بتعبر عن كواليتي تصنيع محترم. الشاحن ده هتقدر تشحن بيه كل اجهزتك تقريبا، لابتوب، ايباد، سمارت فونز، ايربودز، نينتندو سويتش، كل حاجه. اي حاجه حرفيا بتحتاج تتشحن الشاحن ده هيشحنها لك مش هيقول لا. الشاحن بيجي ب4 مخارج يو اس بي للشحن والتوصيل، 3 تايب سي وواحده تايب A. من المميزات الحلوه قوي كمان ان الشاحن ده فيه حمايه للاجهزه وتنظيم للتيار، ودي حاجه مش هتشوفها كتير في الشواحن. يعني معانا حمايه من الحراره العاليه، وكمان الفولت العالي او المنخفض اللي بيحصل بشكل مفاجئ، كمان حمايه من الانقطاع ومشاكل التوصيل والكهرباء والكلام ده كله. كل ده هيحافظ لك على الاجهزه بتاعتك ويخليك في منتهى الامان. كيبل تايم بتقدم ضمان لمده 2 سنين زائد 30 يوم استبدال او استرجاع. سعر الشاحن $60 يعني ما يعادل 3000 جنيه مصري تقريبا. كمان جالي ريدر بسيط وشقي كده بيشغل الكروت الصغيره والكبيره. سرعته لذيذه ومستقره ووزنه خفيف. هو مصنوع من البلاستيك، بيشتغل عن طريق مخرج يو اس بي 3 تايب A، سرعته بتوصل 5 جيجا في الثانيه. سعر الريدر ده $7 يعني حوالي 350 جنيه مصري تقريبا. كمان جالي كابل توصيل منفرد يو اس بي تايب سي تايب سي، ده مخصص للداتا في المقام الاول، بينقل بسرعه بتوصل ل 10 جيجا في الثانيه، بس تقدر تستخدمه كذلك في الشحن السريع، هيسد معاك قوي. خامات التصنيع بريميوم ومش سهل تتني او تتقطم زي اغلب الكابلات. سعر الكابل بطول 1 متر هو $9 يعني حوالي 450 جنيه تقريبا. يلا اشوفكم على خير قريب، مع السلامه.